تعليق ناري من كابتن احمد بلال على خساره النادي الاهلي من بالميراس البرازيلي. خلينا نسمع ونرجع لبعض مره ثانيه. كابتن بلال، الازمه فين عند النادي الاهلي؟ بعد اللي قالوه كلهم مش شايف في الازمه رايك انت؟ لا يعني في رايك انت شايف الازمه فين عند النادي الاهلي؟ تدلو بدلوك. لا ممكن يكون ليك وجهه نظر مختلفه، ممكن تكون حاطط ايدك على حاجه معينه هي اللي مأثره. اكيد هيطلع لنا بحاجه دلوقتي. لا بص، الازمه بره وجوه. بره وجوه يعني ايه؟ الازمه بره يعني بره الخط يعني بره الخط وجوه. الازمه اتصدرت الاول من ساعه ما احنا صدرنا الناس ان الاهلي رايح ياخد بطوله كاس العالم للانديه او رايح يلعب على السيمي فاين. دي بدايه الازمه. ما خد بالك انت لما انا بروح مثلا مثلا انت راح تلعب ماتش بوكس وراهن على كابتنين مثلا هو هيوصل للفاينل او هيكسب البطوله، وبعدين يجي يطلع من اول دور او ثاني دور، يبقى انا كده التوقعات بتاعتي ما كانتش مظبوطه. فاهم قصدي؟ احنا عندنا دايما قناعات او للاسف الشديد احنا بنخالف القناعات بتاعتنا. يعني احنا عارفين ان بس دي طموحات جماهير مشروع يعني. معلش يا كابتن، انت برضه انت كواحد من الجمهور. مش بتكلم على الجمهور، بتكلم اللي اتصدر في الاعلام الفتره اللي فاتت. تمام، ان انت مثلا عملت تعاقد مع زيزو وعملت تعاقد مع بن شرقي وجبت حمدي يلعب 10 ايام بتوع الكاس العالم. كل ده يعلي من طموح النادي الاهلي. وجبت كل ده سعي وعليت حبيب الاداره. خد بالك انت بتحضر فرقه يعني. انا بص، خد بالك في فرق بين ان انا بحضر فرقه تلعب معايا 3 4 سنين جايين، وفرق بين ان انا بحضر فرقه فبقول للناس ان انا رايح كاس العالم للانديه باللعيبه دي. لا بس بس دايما كنا بنقول ان النادي الاهلي ما بيحضرش بس الكاس العالم للانديه، بيحضر. ما شفتش مسؤول من الاهلي طلع قالها راح الاعلام بشكل عام يعني. انا ما بتكلمش على الاهلي، انا بتكلم اللي اتصدر من الاعلام. مش بتكلم على دلوقتي اداره النادي الاهلي ولا تصريحاته عشان برضه ايوه بس حتى الكابتن اتكلم في التاهل بس للدور المقبل. اللي اتصدر من الاعلام ان انت عملت التعاقدات دي كلها تمام، فعشان انت رايح تعمل حاجه خارقه في كاس العالم للانديه. ده اللي اتصدر. طب انا بكلمك الكلام الواقعي. فبالتالي انت الناس بقى عندها طموح كبير جدا جدا انك رايح تعمل حاجه ما حصلتش. سقف الطموحات بقى عالي. مظبوط. ده اللي اتصدر. فعشان كده الاحباط جاي من الحته دي، من النقطه دي رقم واحد. الاحباط اللي عند الناس في الشارع. مش هخش في حته ثانيه بتاعه الفنيات. لكن انا بكلمك الاحباط جاي منين. تمام، احنا عملنا او سقف التوقعات بتاعتنا رايح في حته بعيده جدا جدا جدا، برغم ان انت عارف ان الليفل مختلف كمان جدا جدا. الامكانيات البدنيه والفنيه مختلفه بشكل كبير جدا جدا. تمام. انت حجم اصلا التدريبات اللي انت بتتدربها الناحيه دي والحجم التدريبات ومدتها اللي بيدربوها الفرقه الثانيه مختلفه تماما. الكره بتاعت امريكا اللاتينيه مختلفه تماما واقوى بكتير جدا من الكره الافريقيه وحتى الاسيويه كمان. تمام، على كل المستويات. مش هنتكلم بقى على اوروبا، انا بكلمك في الجزئيه دي. فانت الامور مختلفه تماما. انت بص النهارده فرقه النادي الاهلي الامكانيات والقدرات البدنيه وحتى كمان التكتيكيه، مش البدنيه بس. مش هتكلم في الفنيه، مش هتكلم في الفرديات. يعني مش هقول بن شرقي لوحده، مش هقول تريزيجيه لوحده. انا بكلمك في النهارده الفرقه تكتيكيا بتشتغل ازاي. انت اللعيبه في الهجمه المرتده هم حافظين بعض. انت شفت الجول ازاي يا كابتن؟ أيوة. شفت قبل الجول في كمان الكره اتلعبت ازاي؟ ايوه واحد اثنين ثلاثه بينقل الناحيه الثانيه وهو مليار في المية عارف ان في لعيب. ده سرعه، ده رتم سرعه النادي الاهلي مهما كان. وتفاهم يا كابتن، وتفاهم ما بين اللعيبه. لا طبعا احنا برضو ما زلنا الريتم بتاع الدوري المصري حتى على مستوى افريقيا، رتم الماتش نفسه وسرعه نقل الهجمه مش موجود. مش اسرع حاجه، وبالتالي انا معاك طبعا. لكن انا بكلمك فيها يا كابتن الحاجه انت الهجمات المنظمه المرتده اللي بيعملوها، انت بتشوف 1 2 3 4 هم الجول الثاني جابوه ثلاث نقلات. هو قطع اتلعبت نص ملعب، الثرو باس القطري، خلاص انت رايح فوق. وبعدين وقبليها اتعمل كابتن، قبليها اتعمل الفكره انها بتتكرر. ما انا لسه بقول له قبليها اتعملت 3 مرات. ده معنى ان انت رايح في ليفل مختلف من التاكتكس. تمام، انت النهارده بص على الاهلي كام جاله فرصه النهارده هجمه مرتده، 5 6 فرص الشوط الاول. مظبوط، مش فرص بقى، فرصه انه يعمل هجمه مرتده، تقصد صح؟ 5 6 كرات ان هي ممكن يطلع بيها. ما هو الكرات بتاعتهم، ما دي برضه 5 6 كرات هم حولوها لفرص كانت محققه ان هي تتسجل. ما انت برضه جالك كده. بس انت بتعمل ايه؟ انت بتتلعب الكره 1 2 بتروح ناحيه اليمين، يفضل اللعيب يمشي بالكره مستني بقى مين هيتحرك ومين هيروح الناحيه الثانيه ومين هينزل له. مفيش الكلام ده. انما السرعات التحول السريع جدا من 3 4 لعيبه ما كانش موجود عندك. انت اللي عندك ايه؟ واحده تتلعب لتريزيجيه يروح لوحده فيوصل للخط فيقوم راجع تاني مستني مين يا جماعه اللي نازل. مروان زي ما قال بالكابتن كده امكانياته وقدراته الفنيه لا تسمح. انا بالنسبه لي مروان مش في ليفل عالي. انا بالنسبه لي انا احمد بلال انا متفق تماما مع كابتن هاني. ليه؟ انت زمان حتى مش هكلمك بقى في الالفيه الاخيره، انا هكلمك في التسعينات.
هرجع بيك يعني 30 سنه ورا او 40 سنه ورا. انت بص للي كانوا بيلعبوا في الحته دي: علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، مش عايز انسى، مش هقول كتير عشان ما انساش يعني، مجدي عبد الغني مثلا، هادي خشبه. الناس اللي كانت بتلعب في الحته دي كانت المهمه بالنسبه لها 50-50، بدافع 50% وبهاجم 50%. وشوقي وكتير يعني، وحسني عبد رب وحسام غالي، يعني مش حسن هتكلم. بص مش هتكلم يعني، مش عايز اقول اسماء كتير، بتتكلم على طريقه لكن عايز اللعب اقول نفسها. ان انا مش سنتر باك متقدم علشان يبقى دوري 80% في الحته الدفاعيه، واجي المباراه اللي فاتت او واقف جنب ميسي فاقول يا جماعه الله ده انا عملت احلى حاجه في الدنيا. لا، طب ما ده مش ممكن تكون الدور تعليمات مدرب. ده مش الدور بتاع لعيب قدرات فيه، بيلعب لا، اي قدرات. كلاس، بيلعب في النادي الاهلي. لعيب بيلعب في النادي الاهلي، انا 50-50. انا اللي ببني الهجمه، ماشي. انا اللي بخرج بالكوره، تمام. انا هي دور هجومي كبير جدا. انا النهارده ما ينفعش يبقى انا بلعب في النادي الاهلي بقالي سنتين وابقى جايب جول، ولا 3 سنين وابقى جايب جول واحد. رصيدي في التهديف جول واحد، يبقى رصيدي في ان انا خارج من السيزون عامل اسيست واحد او اثنين، ايا كان بلعب مركزك، فلتر. ايا كان أيا كان. والله. يعني وانا وسط ملعب بلعب 6 لازم برضه اكون مساهم في اهداف. احنا حولنا وسط الملعب، لازم احنا حولنا وسط الملعب يا كابتن للعيب مدافع، للعيب سنتر باك. بقينا بنقول 6 ده ما ينفعش يهاجم. لا، 6 يقطع بس. مين اللي قال في عرف الكوره يا كابتن؟ ما بقاش كده. مين قال كده اصلا في عرف الكوره اساسا؟ مين قال كده؟ كل الفرق الكبيره بتبني على رقم 6. هو اللي بينزل يستلم، هو اللي بيطلع بالكوره، هو اللي بيكمل تحت رصات الحربه، تمام. هو اللي بيساعد الوينجات، احيانا كتير جدا بتلاقيه بيتحرك على طرفين الملعب، تمام. ما ينفعش تختزلوا في فكره ان انا بدافع بس وانا كده عملت كل حاجه في الماتش. اصل انا قطعت 50 كوره، ما تقطع، مش شغلتك بس انك لا، احنا بنطلب من الاجنحه انها تدافع برضه. كابتن المفروض رصاد حربة تاني. حضرتك النهارده بتتكلم على محمد هاني، صح؟ بتقول محمد هاني زي الزفت او وحش جدا، وحش او مش عاجبني. طب ليه؟ ما عشان زيزو ما بيدافعش. ايوه، مش عشان محمد هاني. لا مش ما بيدافعش، هو مش موجود اصلا قدامه. يعني ما انا بقول لك كابتن، ما انا بكلمك على الحته الدفاعيه، مش بكلمك بقى على الحته الهجوميه. لا مش موجود. ده انا بكلمك في الحته الدفاعيه وحش ليه؟ واحنا شايفينه اسوء واحد ملعب ليه؟ عشان زيزو ما بيدافعش. طب مش موجود، مش في البوزيشن بتاعه اصلا. ايوه، ما اقصدش يعني، قصدي ايه؟ عشان ما فيش حد قدامه يعني. الوينج رايت بتاعه ما بيساعدوش، فانت كل كره رايح 1 على 1، 2 على 1، 2 على 1. تمام. ما انا بقول لك يا 1 على 1، 2 على 1. كل كره انت رايح هجمه مرتده، فانت عندك ازمه كبيره في الحته دي. تمام. فالنهارده في مشاكل كتيره فنيه عند فرقه النادي الاهلي. اولا يعني حاجه ثانيه، انت ليه مقسم الماتش 45 دقيقه 45 دقيقه؟ هو بص السؤال بتاعي قال فيه عليه كام حاجه يعني. شوف هو سالته سؤال، رميت له سؤال، بص سالت عليه كام حاجه. قالوا كل حاجه، يقول لي ما هو قالوا كل حاجه، انت طلعت حاجات ثانيه. لا انا كلام بجد. انت مقسم ليه الماتش 45 دقيقه 45 دقيقه؟ هو انا ليه بنزل العب جيم تمام احط فيه كل الطاقات اللي عندي بدنيا وفنيا ومهريا وبستحوذ وفايت كل حاجه، وبنزل الشوط الثاني فرقه ثانيه خالص، لعيبه ثانيه خالص؟ هو مش ما اقصدش يا كابتن، انا عارف طلب المدرب. ايوه بس ده ايه سببه؟ ايه سببه؟ ما هو ايه سببه؟ ما بتكلم على تيم النادي الاهلي. ليه بيحصل كده؟ بدنيا انت اقل واحد في الفرق، خد بالك. انت النهارده يعني الى حد ما عملت شوط متوسط الشوط الاول، تمام، برغم ان انت ما عندكش ولا فرصه. صح. الفرقه الثانيه عملت شوط ضعيف جدا، عندهم فرصتين. صح. الشوط الثاني انت ولا فرصه. انت اول شوطه للنادي الاهلي في الدقيقه 85 مجدي قفشه، اول شوطه للنادي الاهلي الدقيقه 85 مجدي قفشه 85 بعد ما جه في الجونين، تمام. بدنيا انت مش قادر تكمل بالريتم العالي بالشغل اللي هو الموضوع ليه علاقه بالجانب البدني ولا ثقه؟ جزء طبعا كبير. هو بس خلي بالك يا امير، توزيع الجهد جانب نفسي، توزيع الجهد كمان في الملعب ده شغل تكتيكي برضه. بس جانب نفسي كابتن طبعا مدرب كبير في شكل معين. انت لما بتحس ان الفرقه مش قادره بدنيا، لا في حلول لازم في حلول يعني. انا كنت شايف انه لازم بين الشوطين نغير 3 تغييرات بين الشوطين مش لما يجي الجونين. لا طبعا، لانه حتى يعني واحنا بنقول ان احنا هم ما جوش عنده جولنا الشوط الاولاني غير مثلا مره الراجل لعبها جنب القائم دي، واحنا بنروح بس بدون خلق فرص. لكن كان في ناس بتأدي اداء عادي، كان تقدر تعمل ال3 تغييرات بين الشوطين. خصوصا ان انت حصل معاك نفس السيناريو ده في المباراه الاولى، فالمفروض اتعلمت من الدرس ده. فالمفروض انك كنت عملت ده بين الشوطين في التغييرات يعني. وتغيير طريقه اللعب انا اعتقادي برضو كان مهم جدا انه يلعب ب3 من بدري شويه. صح. يعني كان لازم بدايه الجيم يعني مش قول ما بين الشوطين كان نازل، او على الاقل خالص بعد موضوع العاصفه دوت انك عندك نص ساعه
انت خلي بالك هو لعب ب3 اول ما حسين الشحات نزل بدا يلعب ب3. حسين نزل امتى؟ تقريبا اخر 7 دقائق. اعتقد 3 دي اول ما بيكهام نزل يا كابتن. لا 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 كان هاني موجود في لا 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 كان هاني خرج موجود. ويلعب ب3 ورا وتطير الوينجين بتوعه. ال5 دقايق اللي النادي الاهلي خلق فيهم فرص عن طريق بن شرقي، طلع يحيى عطيه وبدا زيزو يشتغل قدام هاني، وحتى زيزو خلق فرصه او 2. يعني الجزء ده ال5 دقايق دول كان بيلعب 3-4-3. فانا في اعتقادي كمان لما انت بتشوف الفرقه بدنيا مش قادره، لا طب افضل طريقه ايه؟ حتى لو محمد هاني كان ممكن يخرج خالص كمان يعني من بدري يعني. فهي تغيير طريقه اللعب انا في اعتقادي كان واجب انه يلعب ب3-4-3. طيب زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان تصريحات طبعا نارية من الكابتن طبعا احمد بلال على خسارة النادي الاهلي من بالميراس البرازيلي، واتكلم في كل حاجة زي ما حضراتكم سمعتوا كده عن بعض من اللعيبة مش في ادائها، في لعيبي خط الوسط خلاص احنا اديناهم تعليمات ان هم بيدافعوا بس ما بيعملوش الزيادة، مفيش كور راحت على المرمى غير لما محمد مجدي قفشة سدد التسديدة، ده كمان بعد ما انت استقبلت هدفين. فالتغييرات كمان كانت لابد ان هي تكون سريعة شوية من بعد ما ابتدى الشوط التاني، كان لازم ان انت تبدأ تعدل في التشكيل بتاعك، لكن يعني اللي حصل حصل خلاص، ولكن دخلنا في حسابات معقدة جدا من أجل الصعود. نتمنى طبعا إن النادي الأهلي يتأهل، ولكن الموضوع صعب شوية، أنت محتاج على الأقل هدفين أو 3، وبالتالي محتاج خسارة طبعا بالميراس او انتر ميامي عشان تصعد تاني المجموعة. لحد هنا ده كان نهاية الفيديو بتاعنا، اتمنى لو وصلت معايا للنهاية تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات عشان يصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.